انا مقدره ان احنا بنلعب بمنتخب غير المنتخب، فرقه مختلفه تماما عن الفرقه اللي احنا بنلعب بيها من اول بطوله. لكن سؤالي هنا، هنفضل نحضر كتير واحنا ما نعرفش في كره القدم غير بنا اللعب؟ انت هنعرف ناخد قرار سليم في الثلث الاخير؟ احنا بنعدي نص الملعب مش عارفين هنعمل ايه بعد كده. هو في فكره، هما بيحاولوا ينفذوا فكره معينه، بس للاسف الشديد التنفيذ محتاج يتعب عليه شويتين ثلاثه. وبغض النظر عن اي حاجه، وبغض النظر عن النتيجه، وبغض النظر عن اي شيء، بس انا بجد النهارده كان في شويه لعيبه كده اعجبت بادائهم النهارده. قدموا مباراه بصراحه حلوه. مهند لاشين النهارده بالنسبه لي مقدم مباراه مثاليه الحقيقه، حمال اسيه بصحيح. وهنا انا عندي عتاب كبير جدا على كابتن حسام حسن، ازاي تخرج محمود صابر وتسيب مهند لاشين لوحده قدام الحوائط الخرسانيه دي كلها؟ بجد لاعبي انجولا النهارده كانوا بيلعبوا بخشونه غريبه. اغرب منها لاعبتنا اللي بيحتفظوا بالكوره بشكل اغرب من غير ما يكون عندهم فكره بعد ما يبقوا محتفظين بالكوره هيعملوا ايه. بجانب افتقاد نص ملعب منتخب مصر لمجهودات محمود صابر الدفاعيه، انت كمان افتقدت لاعب بيوزع كور حلوه قوي. فيا جماعه لما كان هذا ابدي اعجابي الشديد باللاعب محمود صابر، لاعب حقيقي مميز بالنسبه لي، هو واحد من اللاعبين اللي عندهم كفاءه كبيره جدا في التسديد. احمد عيد مقدم مباراه مميزه، بس انا عندي سؤال واحد بس، مفيش اوفر واحد بس يا كابتن، اعمل لنا اوفر واحد بس صحيح تعمل اوفر لمين؟ كابتن صلاح محسن ما شاء الله عليه، الله اكبر. يعني انا بجد مش هقول حاجه، حق يتقال احنا كنا بنلعب النهارده بخط دفاع ونص ملعب بس ما كانش فيه هجوم. اجمالا الحمد لله صاعدين اول مجموعه، مش هنقابل فرق قويه، ربنا يستر في اللي جاي، ولا زلنا فخورين بالمنتخب. يعني الحمد لله مباراه للنسيان، ويا عم تحيا مصر ان شاء الله ما حد حوش.